بقالي اكتر من 5 شهور، عندي 23 سنة، متوقف عن عمل العادة السرية. وحاسس ان انا عندي سرعة، فهل عندي سرعة ولا لا؟ دي السؤال من احد الاسئلة اللي من 12 سؤال هجاوبكم عليها النهاردة في حلقة جديدة من حلقات اسئلة جنسية واجاباتها. طبعا احنا جاوبنا، لو انت برضو في مجموعة كانت في حلقة رقم 1 و2 عن مجموعة من الاسئلة، ودي الاسئلة اللي جات لي من التيك توك وجميع المنصات، يعني التطبيقات زي الانستجرام وكل المنصات دي. وزي ما انتم شايفين، زي ما قلت لكم، نفس الاسئله اللي احنا اتكلمنا فيها. فادي مجموعه وادي السؤال التاني، وهجاوبكم على سؤال سؤال. فيا ريت لايك وشير ومتابعه، ونكمل بقى مع بعض كميه الاسئله. ولو عندك اي سؤال برضو حابب ان احنا نجاوب عليه، فحطه في الكومنت وهجاوبك عليه ان شاء الله في الحلقه القادمه. اول سؤال معانا هو انه حد يعني في سؤال بيقول: سبب القذف المبكر وحرقان في البول وعمري 34 سنة. أولا الحالة دي حالة من حالات الالتهاب البروستاتا. طيب انت تعمل ايه على طول؟ المواضيع اللي زي دي محتاجة من حضرتك تروح لدكتور ذكورة او دكتور مسالك بوليه متخصص، وتقول له والله انا عندي الحاله دي، فيبتدي يعمل لك التحليلات وتاخد العلاج المناسب لموضوع ايه البروستاتا. لان حرقان في البول ممكن يكون عندك املاح فيطلب منك تحليلات او اكزولات، وسبب القذف المبكر ممكن يكون التهاب في البروستاتا. فاطمن الاول على نفسك، وبعد كده نبتدي نشوف ايه المواضيع اللي بعد كده مع الطبيب. السؤال التاني عندنا حل. أنا طبعا هبتدي اعلم بقى على كده السؤال ده: حل نهائي لطول السحلبوز في اسرع فتره لاني داخل على جواز. يعني في سؤال بيقول ان انا عايز حل نهائي لطول السحلبوز لاني داخل على جواز. مفيش يا باشا حاجه اسمها حل نهائي لطول السحلبوز. احنا قلنا الطول الخاص بالسحلبوز ده من عند ربنا سبحانه وتعالى، ده هبه بقى ليك. فالطول الطبيعي اتفقنا من 10 سنتي وانت طالع، الطول الطبيعي من 10 سم، من 8 سنتي وانت طالع، بس ده قلنا ده على الورق، لكن على الواقع من 10 وانت طالع يعني. فمفيش حاجة بتطول بسرعة، والطول بيتوقف النمو فيه عند ال 25 سنة. فاذا انت شاكك ان الطول مش مناسب، او انت حاسس انه حاجه غريبه او مش طبيعيه، بتروح لدكتور ذكوره وجراحه وبيشوف لك بقى انسب حاجه. ما تاخدش حاجه من نفسك، ما تاخدش حاجه من نفسك، ما تاخدش حاجه من نفسك. فاهم انت؟ عشان ما يعني انت ممكن تقرا في الجوجل فتقول لك مش عارف خد فيه، وانه هرمون النمو بيظبط مش عارف ايه في البتاع، فتروح واخد من نفسك تدمر انت صحتك. خلاص، ده السؤال التاني. فما فيش حاجه اسمها حل نهائي لطول السحلبوز، الكلام ده غلط. ده هدف البرنامج، ان الافكار الغلط نغيرها ونعرف الصح ونمشي على الاتجاه السليم. فاهم؟ اخونا بيقول: لو بعمل العاده مرتين في الاسبوع هل ده غلط ويعتبر ادمان ولا لا؟ لا، ما بيعتبرش ادمان. وغلط او صح دي حاجه راجعه دينيا واخلاقيا، فدي حاجه انت ترجع فيها لنفسك، شايفها غلط شايفها صح، دي حاجه بقى ترجع فيها يعني دينيا واخلاقيا هي غلط وحرام ولا مش حرام، دي حاجه تانية. فانا مش هقدر ارد على الحته ان هي كده غلط. لكن عمليا هقول لك ان هي مش، لا، ملهاش تاثير. طبعا الكلام لما انا بوجه كلامي لادمان العاده هو بيكون كل يوم كل يوم، خلاص، وما يقدرش يستغنى عنها. السؤال الخامس: خطوات عملية، لا السؤال الرابع أنا آسف، خطوات عملية لعلاج إدمان العادة. السؤال ده مهم جدا وحابب إن أنا أستفرد فيه شوية بالرد. بصوا يا جماعة، لو أنت عايز تبطل عادة تعمل إيه؟ تشغل وقت حضرتك بحاجة مفيدة. تمام؟ زي أغاني زمان كده بيقول لك يلا نقضي أجازة سعيدة ونعمل حاجة جديدة مفيدة. تمام؟ فهو ده، إن أنت تعمل شيء مفيد. إيه المفيد؟ بكل بساطة انه تركز في مستقبلك. فاذا كنت بتشتغل ركز ان انت تعلى، اذا بتذاكر خد كورسات، العب رياضة، يعني اقرا شوية في الدين، على اختلاف الديانة اللي انت فيها اقرا شوية تقرب فيها. و حاول ان انت تبعد تملي عن اصدقاء السوء، عن القعدات اللي ملهاش اي 30 لازمه، اللي هو من الاخر لهو الحديث يعني، اللي ملوش لازمه. ما تقعدليش في قهوه وصاحبك يبقى تملي هيجان، معلش انا اسف يعني، وعمال يقول لك بص على دي وبتاع، وانت مش ماسك لي حجر المعسل، والتاني عمال يكركر والبتاع، وتبص على البيت لغايه لما انت فاهمني، بتخلي يعني بتلاقي الحجر مفرقع اصلا في وشك. بلس ان انت بتبقى خارق البت، يعني عملت لها حرق ليزر، فاهمني، سكوب 4، وحارق لها المنطقه الخلفيه، وبتروح البيت تقول لماما انا حاسه انه انا حامل يا ماما.
ده من نظراتك. فطبيعي تعمل عاده، فاهم؟ فاذا انت منعت كل النقط دي وابتديت تركز في حياتك، هتلاقي نفسك طبيعيا بتقلل العاده وبتبتدي تبعد عنها، لان انت حاسس بنتائج ايجابيه في الحاجات التانية. اتفقنا؟ فبلاش القصه دي كلها. الرينج بتاع عمل النسكافيه مع الزوجه كام دقيقه؟ من اول 3 دقايق وطالع. بكل بساطه، شوف السؤال سريع ازاي. من اول 3 دقايق وطالع تعمل واحد نسكافيه يكون عايز بقى زياده فوم يبقى كمان زود دقيقتين، عايزه زياده نسكافون اكسترا دبل فوم كريمي زود لك دقيقتين كمان، وهكذا. فانت تبتدي بثلاث دقايق وبعد كده ان شاء الله تمام. طبعا النسكافيه احنا بنتكلم من اول ما بيحصل ان الفيشه تخش في الكوبس فتلاقي الكهرباء نورت. كيف اطول العضو الذكري؟ لسه مجاوبين على السؤال ده فوق، ان هو ازاي تطول العضو الذكري زيه زي برضو الكلام ده كله، لانه في ناس بتشوف برامج وبتشوف منتجات. ركز يا صديقي، في ناس بتشوف منتجات، الاعلانات اللي بتجيلك لقد حصلت على المنتج الرائع، لقد ربطت سحلبوزي بتقيلتين واصبحت اطول من السابق ب 15 سنتي، اشتري الان. الكلام ده يا معلم هيوديك في داهية. الحاجات اللي بتطول او بتحط مش عارف برنامج او تقعد تعمل لي اللي هو السكشن ده اللي هو مش عارفه ايه، تعمل لك زي السكشن للسحلبوز وتسيبه، مش عارفه الكلام ده غلط وهيدمر لك الاوتار بتاعتك. فاهدى كده معلم، ومواضيع مش مستدعيه لكل الكلام ده. عايز تروح او عايز تشوف حاجه وعايز تطول او مش شايف ان انت الطول بتاعك سليم او سوي، تروح لدكتور ذكوره وجراحه وهيظبط لك ان شاء الله الاداء بتاع حضرتك والدنيا تبقى تمام. لكن ان انت من نفسك البرنامج ده واصل كذا واتصل على ومش عارف ايه واحصل الان، انت هتودي نفسك في داهيه. وده اكتر حاجه هتاخدها يعني، لا هيفيدك سحلبوز، لا هيبقى طويل ولا هيبقى واقف يعني، بس ده من الاخر يعني. لدي سرعه قصف اقل من دقيقه ولست متزوج وبعمل العادة السرية، فهي نصيحتك. أول حاجة، لدي سرعة قصف وأنا لسه متزوج، الكلمتين دول غلط. واصلة؟ الكلمتين دول مع بعض غلط. سرعة القصف بتتقاس بإن أنا سريع القصف مع الزوجة، مع الزوجة مش مع الصابونة. واصلة؟ مش مع الصابون أو مع الحذاء أو مع بتاع، مع الزوجة. خلاص؟ سرعة القصف اللي مع الصابونة ده شيء طبيعي، لأن أنت رايح مركز المشهد في دماغك، ايديا في جيوبي وقلبي ينبري وتمام، وقاعد ايه ماشي في غربة وايدي بايه بتنحري، فانت مركز في حياتك، فاهم؟ فمش شايف حاجة، فالتركيز ده هيخليك. وطبيعي جدا ان دي من رحمة ربنا على البني ادم، ان حضرتك لما تعمل العادة بتبقى بسرعة، لان لو انت بتطول قوي في العادة انت بتدمر عضوك اصلا. يعني فكرة المسكة، فكرة احنا يعني مش هنخش في الكلام ده قوي، احنا قلنا قبل كده في حلقات سابقة، بس عامة الموضوع ده غلط. وفكرة السرعة مع ان انت مش متزوج مفيش منه، دي ملهاش علاقة بدي. قلنا العادة وقت العادة ملوش علاقة بوقت العلاقة. خلاص؟ فنصيحتي ليك ان انت تبطل العادة وتركز في مستقبلك وتركز في حياتك يا معلم، وشوف لك حاجة تعملها وبطل بصبصة وما تبصش قوي في المشاهد. وطول ما انت في وقتك بتبص على الحريم او بتبص على الفيديوهات اللي بتسخنك والكلام ده كله، هتفضل ايدك تملي حاططها في الجراب يعني. وطول ما ايدك في الجراب طول ما هتطلع الحاوي، فخلي بالك. السؤال، بعمل العاده من زمان وبكتم القذف ومارس العاده يوميا وبقالي 30 يوم حاليا متوقع ان العاده في خطر على الانجاب. لا، هو مفيش خطر على الانجاب، بس هو في خطر على سحلبوزك. فانت ان شاء الله، انا نصيحتي ليك تمشي على البرنامج الخاص بيه يعني انت خلاص وقفت العاده، يعني حاول تقلل عشان انت هترجع تاني. مفيش حاجه بتوقف على طول، فبترجع للعاده تقول انا يا نهار ابيض انا مش تمام، انا مش راجل، انا ما بتاع الكلام ده غلط. انت بتقلل العاده على قد ما تقدر وبتركز في حياتك التانية. كتم القذف والكلام ده كله، انا نصيحتي ليك تكشف طبعا، عشان بس ممكن لان كتم القذف ده ممكن بيجيب لك التهابات في البروستاتا والكلام ده كله. فانت من الاول لو في حاجة او تاخد ادوية وقائية، او ممكن الطبيب يدي لك مجموعة من الفيتامينز يعني اللي واحنا قلناهم قبل كده، مثلا زي الزنك كويس جدا، زي فيتامين د، فيتامين سي، الارجينين، عندك العسل الروسي، الكلام ده كله ممتاز جدا. عندي 23 سنة. ده سؤال الرقم 9، انه متأكد ان عندي سرعة او حاسس ان عندي سرعة. نفس الكلام، انا حاسس ان عندي سرعة وانا عندي 23 سنة. لا، انت متسرع في حياتك، انت متسرع ان انت بتلعب في حمادة بس، ده سرعتك في الموضوع.
لكن انت لو متسرع ان انت تلعب حديد مش هتفكر ولا هتقول عندي سرعه ولا بتاع. مش الطبيعي يا جماعه ان انت تبقى يعني في سن دراسه وفي سن ان انت تبني نفسك وبتاع وتقول انا عندي سرعه. سرعه ايه؟ السرعه دي لما تبقى متجوز يا معلم، فاهم؟ فانت بتبني نفسك ليوم الجواز ده بس. وحاول يعني الغلط اللي تعمله اعمله باقل يعني باقل القليل. يعني مثلا الغلط اللي انا بعمله كعاده يعني اللي اقصدها يبقى قليل يعني، فاهم؟ يكون للتنفيس يعني، مش قادر خلاص هفرقع، فاهم؟ من جنابي مثلا يعني. والكلام ده بيبقى في كل فتره يعني. لكن تقول لي كل يوم اصل انا بقى، لا ده انت كل يوم انت كده عندك ادمان للعاده يا معلم. ومش صح ومش غلط. واللي بيعملها اكتر من مره في اليوم ده مش معناه ان انت عندك قوه جنسيه فشيخه يعني. ده الكلام ده غلط، واللي قاله لك غلط، ولو قريته غلط يعني. ده معناه ان انت اصلا حضرتك مش قادر تتحكم في قذفك بكل بساطه او في شهوتك. فبالتالي لما تتجوز هتيجي تتجوز هتبوسك هتقول لك يا سحس، او تمسك ايدك هتلاقي نفسك رحت جايبهم. دي مشكله كبيره وبتواجه ناس يعني. متوقف بقالي 5 شهور من ممارسة العادة وعندي سرعة أعمل ومقبل على الزواج كمان شهر. أهو نفس القصة، ده متوقف بقالي 5 شهور عن ممارسة العادة، جميل، ومقبل على الجواز كمان شهرين، حلو، وعندي سرعة. عرفت منين؟ في العلاقات الخاصة ما بتتحسبش السرعة دي، لأن السرعة بتتحسب على فترة. تاني يا جماعة، سرعة القذف بتتحسب على فترة الزواج. تاني، سرعة القذف بتتحسب على فترة الزواج. يعني يبقى يكون مر عليك مثلا سنة على الجواز وانت مش قادر تتحكم في قذفك، واصلة؟ مع استمراريتك في عمل النسكافيه مع الزوجة. وصلت القصة؟ يعني انت مستمر مع عمل النسكافيه بطريقة منتظمة، وكل مرة تحصل مش قادر تتحكم، هي دي هنا بتحسب سرعة القذف. لكن العلاقات اللي بتكون خارج اطار الزواج دي ما بتتحسبش. وبرضه في اسئله كتيره جات لي، اجرب. طب اجرب قبل الجواز يا معلم؟ انت هتجرب قبل الجواز هتثبت لنفسك ان انت عندك سرعه قذف، مع ان ممكن يجي لك امراض جنسيه تخلي تحرمك من الجواز وتفضحك. ليه؟ زي السيلان هتتفضح. يعني تخيل كده ابوك داخل له بالشهاده، اه بابا ده انا عندي سيلان، هيبقى مبسوط بيك مثلا؟ جالك منين السيلان؟ ما هو جالك ايه؟ اما انت مفعول به فاعل من الاخر يعني. الزهري ده حدث ولا حرج، خد بقى 3 ابر واكشف تاني، وبعد كده 3 ابر وهكذا، وعيش حياتك يعني. سيلان 14 ابره ولا الكلاب، ولكنك عضة كلب، فاهم؟ يعني المصلحه هتورم ورا. عندك اساليل جنسيه يعني حاجه زي الدمامل كده. ما علينا يعني، ما علينا. فانت يا حبيبي ما عندكش سرعه ولا حاجه، انت والسرعه ما بتتقاس بالعاده ولا بتتقاس بالعلاقات الخطر. خلاص، يبقى انت كمقبل على الزواج كمل ان انت موقف وتمام. وشوف برضو، اكشف على نفسك كده كشف سريع، شوف البروستاتا، شوف اي حاجه من الحاجات دي، لو في اي حاجه خدها وتمام، وربنا يوفقك ويتمم لك على خير. انا ما عملتش اللي حصل، ماشي. انا ما عملتش العاده ابدا في حياتي، وممكن من حاجه بسيطه حاجه تنزل. قال ده بيأثر على الزواج؟ لا برضو. وما اعرفش انت ما عملتش العاده دي في حياتك برضو، دي يعني كويتشن مارك يعني. بس اوكي يعني، ممكن يكون قصدك احتلام. اوكي يعني، بس لا احتلام ولا عاده ولا اي حاجه. بس كويس ان انت بيحصل لك اثاره، بيحصل لك نزول. النزول ده طبيعي طبيعي. السؤال الأخير، إيه هي المكملات الطبيعية لزيادة حجم السحلبوز؟ ماشي، المكملات الطبيعية اللي بتزود حجم السحلبوز، إحنا اتفقنا السحلبوز عبارة عن إيه يا إخواتنا؟ السحلبوز عبارة عن أوردة وأعصاب. تاني، أوردة وأعصاب. مين؟ أوردة وأعصاب. فالوريد ده بيعتبر مساره ضخ الدم. الأعصاب قوة، الوريد ضخ. يبقى الأعصاب قوة والوريد ضخ دم. جميل جدا. فضخ الدم ده افضل حاجه ليه الارجينين. الارجينين 1000 مللي جرام، وما تاخدش اي حاجه غير بعد مراجعه الطبيب المختص لحضرتك. انا بديك بس معلومات عامه لحضرتك لسيادتك يعني. فالارجينين 1000 مللي جرام ممتاز يوميا، حبه يوميا بعد الفطار وبعد الغداء. ده بيساعدك على ضخ الدم في السحلبوز. مع العسل الروسي ممتاز جدا برضو. العسل ممتاز في القصه دي، وبيظبط لك الطاقه والدنيا يعني. عموما انا بشكركم شكرا جزيلا. واللي ما عملش لايك وشير ومتابعه فيعمل لايك وشير ومتابعه، عشان لازم نعمل لايك وشير ومتابعه. بحبكم. ولو انتوا عايزين نكمل في السلسله دي اكتبوا لي اسئلتكم واكتبوا لي في الكومنتس كمل احنا عايزينك، ويلا بينا، واعملوا بقى ايه كمل كمل وبتاع والكلام ده كله في الكومنتات. بحبكم واشوفكم ان شاء الله في الحلقه القادمه.